السلام عليكم. بقالنا فترة غايبين، بس ده طبعا عشان بقالنا 8 شهور تقريبا الأسعار في السوق في حالة ارتفاع جنوني واستعباط في جميع فئات الموبايلات بسبب وبدون سبب، وأكيد كان هيبقى حرام علينا لو رشحنا موبايل بالأسعار الخرافية الموجودة حاليا، لكن أحيانا بيحصل بعض الفلاتات من الشركات وبتلاقي أسعار شبه مناسبة للمواصفات زي الموبايل اللي معانا النهارده. رحبوا معانا بآخر إصدارات سامسونج في الفئة اللي ما عادش باين ليها ملامح، الفئة اللي تحت المتوسطة جالاكسي A04s. ده طبعا الاصدار المحدث من الجالاكسي A04. الموبايل ده معانا تحت التجربه بقاله ايام، وجه الوقت عشان نكشف الحقيقه وتشتريه ولا لا، خاصه ان سعره هتلاقيه مناسب جدا حاليا. انت بتشوف دلوقتي قناه توينز ريفيوز للمراجعات والتجارب التقنيه. لو لسه مش مشترك معانا اشترك بعد ما تاخد لفه كده سريعه في المحتوى، ونوعدك انك هتلاقي القناه اميزنج يا حاج. سامسونج زيها زي اي شركه بتحاول انها ترجع للمنافسه تاني في ظل اسعار الدولار اللي بقت غريبه حاليا والتضخم اللي مبوظ الدنيا خالص في اغلب دول العالم. فسامسونج حاولت انها ترجع للمنافسه بالاي 04 اس، النسخه المحدثه من الاي 04. الموبايل جاي بمواصفات معقوله للفئه اللي تحت المتوسطه، اللي المفروض كانت زمان بتبدا من سعر 2000 جنيه مثلا لحد 3800 4 بالكتير، ولكن هنا الموبايل معانا احنا هنبدا بالسعر بتاعه عشان تعرف فعلا هو سعره مناسب وسط الحاجات الموجوده في السوق دلوقتي فعلا ولا لا. بس من وجهه نظرنا السعر شبه مناسب. التليفون ده بيبدا من تقريبا 4600 لحد 5200 5300 للنسخه الاقل حاجه اللي هي 4 جيجا رام، 64 تخزين داخلي لحد ال 128 جيجا تخزين داخلي و4 جيجا رام. زي ما احنا شايفين كده الشكل والخامات، الوزن بتاعه متوسط ولكن السمك بتاعه كبير شويه. بروز الكاميرات زي ما انت شايف محترم قوي، مفيش فيها اطار حاكمها، شكلها شيك جدا على فكره. الخامات كلها زي ما قلنا بلاستيك، الظهر والفريم وده العادي زي ما قلنا والشائع في الفئه السعريه دي، ولكن التقفيل حوالين الكاميرات لو واضح عندكم شايف ان في هنا فروقات شويه في الاطار البلاستيك المحاط بالعدسه الازاز نفسها. ده مع الوقت ممكن يلم معاك تراب تحت العدسات في تقديرنا وتخميننا. زي ما احنا شايفين الكاميرات ثلاثيه، الخلفيه الاساسيه جايه بدقه 50 ميجا بكسل، العدسه اللي في النص درجه الاتساع بتاعها 1.8. انا شايف ان درجه الاتساع مرضيه جدا، وعلى فكره هتديك صور كويسه والاضاءه بتاعتها محترمه قوي. الاماميه للاسف بجوده منخفضه جايه ب5 ميجا بكسل، يعني بصراحه الجوده بتاعتها متواضعه واقل كمان من المتواضع. لو انت طبعا من محب السيلفي للاسف الكاميرا دي مش هتعجبك ومش هتديك نتائج مرضيه. عندنا الاي 04 اس من تحت سبيكر في مكانه، فتحه الشاحن زي ما هي تايب سي طبعا، عندنا المايك وعندنا فتحه السماعات ال3.5 اللي بقت سامسونج بتهملها وما بتحطهاش في الفئه العاليه والفئه المتوسطه، ولكن هنا مدعوم. عندنا هنا من الجنب المنفذ بتاع الشريحه، ولكن هنا الميزه كمان ان الموبايل ده بيدعم شريحتين وميموري في نفس الوقت. من الجنب طبعا مفيش اي اختلاف غير ان بس البصمه محطوطه في الزر بتاع الباور، كان بيبقى غالبا في الفئه السعريه دي بتتحط في الظهر، ولكن محطوط في الزر بتاع الباور، وعندك الصوت بتاع الموبايل. نيجي بقى للشاشه، واللي كانت يعني من اهم الحاجات اللي بتميز شركه سامسونج في كل الفئات بتاعتها الرخيصه والمتوسطه والغاليه جدا، ولكن هنا وفقا للظروف اللي حوالينا دلوقتي الشاشه مش احسن حاجه في الموبايل ده. الشاشه من نوع BLS LCD مناسبه وفيها ميزتين. الميزه الاولى ان السطوع بتاعها عالي بدرجه ملحوظه جدا، لو هيظهر معاكم هنا في الفيديو لو علينا زي ما احنا شايفين، انا شايف ان الاضاءه بتاعتها عاليه ولكن مش هتبقى واضحه جدا تحت الشمس زي السوبر اموليد، ولكن هتبقى مرضيه معاك. الحاجة التانية ان معدل التحديث بتاعها 90 هرتز، الريفريش ريت بتاعها ممتاز جدا وفقا للفئة السعرية دي 90 هرتز انا شايف ان هي كافية معاك. المعالج بتاع الاي 04 اس جاي من شركة سامسونج الاكزينوس 850 8 نانومتر ثماني النواة. المعالج ده يعني احنا ما شفناش ليه تجارب كتير، ولكن طالما سامسونج حطته في فئة سعرية في الموبايل زي دوت يبقى اكيد الاداء بتاعه هيبقى متواضع. وبصراحة من التجربة بتاعتنا بقالنا ايام الاداء بتاعه غير مستقر شوية، يعني شوية تلاقي الانتقالات بين التطبيقات المفتوحة تقيل، شوية تلاقيه سريع، شويه وانت بتلعب تلاقي اللعبه كده بطئت معاك قوي، ساعات تلاقيها سريعه. يعني بصراحه الاداء بتاعه يعني ممكن نقول ان هو مرضي شويه في السعر ده. الموبايل ده جاي ببطاريه بصراحه ممتازه، يعني انا شايف ان البطاريه بتاعته من احسن الحاجات اللي بتميز الاي 04 اس. بطاريه 5000 ملي امبير، بتشحن عن طريق منفذ تايب سي. البطاريه ساعه الشحن بتاعتها بتاخد معاك وقت شويه طبعا، لان بصراحه الشحن بتاعها اقصى حاجه تقدر تشحن بيها كسرعه 15 واط، وده نفس الشاحن اللي مدعوم جاي معاه في العلبه بتاعته 15 واط. وطبعا دي ميزه من سامسونج ان هي تحط لك الشاحن موجود معاك في العلبه، والناس اللي متابعه الفئات العاليه والمتوسطه يعرفوا ان دي فعلا ميزه لا تقدر بثمن. لكن كاداء استخدام البطاريه زي ما احنا شايفين، لا البطاريه فعلا بتقعد معاك وقت محترم. الموبايل بيجي معاه في العلبه زي ما قلنا الشاحن بتاعه والكابل بتاع الشحن التايب سي ليو اس بي، يعني ميزه اللي انت تقدر تستخدمه
عشان توصل الموبايل بتاعك على البي سي بتاعك. مفيش اي حاجه تانية بتيجي في العلبه، حتى الموبايل مفيش عليه سكرينه اللي هي بتبقى بتحميه شويه لحد ما تركب سكرينه مضاده للكسر. مفيش معاه باك كفر في العلبه، مفيش معاه حاجه تانية غير الدبوس، ولكن انا بالنسبه لي كافي جدا ان انا الاقي الشاحن والكابل. الجلاكسي اي 04 اس بيجي باندرويد فيرجن 12، الوان يو اي بتاعنا كور فيرجن 4.1. موبايل بيجي بيدعم البصمه في زر الباور زي ما احنا قلنا. الاداء بتاعها متقلب شويه، ولكن هي بنسبه يعني 90% نقدر نقول ان البصمه بتاعته كويسه. بصمة الوجه الموجودة في الموبايل زي ما احنا شايفين، أنا بعتبر إن أدائها بصراحة سريع مقارنة بموديلات تانية وشركات تانية. زي ما احنا شايفين الأداء بتاعها مناسب جدا. تجربة الموبايل ده بوجه عام ممكن نقول تجربة جيدة، ولكن من عيوبه اللي لازم نقولها تصميم الشاشة والنوتش زي ما انتم شايفين قديم شوية. في بعض المزايا مش هتلاقيها متوفرة زي الأولوز أون ديسبلاي، لأن الواجهة دي الكور بتبقى مخففة ومفيش فيها مزايا زي الواجهة العادية. الكاميرا الأمامية منخفضة الجودة، مفيش فيها وضع ليلي في الكاميرات ولا أمامي ولا خلفي، ولكن الخلفي ممتازة. في شوية تقل وتهنيج في الانتقال بين التطبيقات، وخصوصا تطبيق اليوتيوب ساعات بيقفل لوحده، وبسبب ان الواجهة الوان يو اي كور 4.1 في بعض المميزات مش هتلاقيها زي المجلد الآمن، الأولوز أون ديسبلاي، البيكسبي المساعد الشخصي، والبيكسبي فيجن، وكمان أداء المعالج متوسط. في رأينا الشخصي يعتبر الجالاكسي اي 04 اس ميكس مناسب جدا إلى حد ما بين المواصفات والمميزات والسعر بتاعه، ده طبعا وفقا للظروف اللي موجودة حاليا في سوق الموبايلات والأسعار الغير مستقرة. دمتم في خير، سلام عليكم.